نجاح المشروع ده بالنسبة لي يعني مشروع الصحبة هي ان الفيديوهات تأثر فينا احنا شخصيا الناس اللي عملتها. فالفيديو ده بتاع الموت ده من ساعة ما بدأنا تصوير فيه من بتاع شهر مثلا، وانا احساسي زي ما هو يعني من ساعة ما بدأنا قلنا يا جدعان موت ورحنا القبر، والمود اللي احنا فيه من ان احنا مستحضرين ان الموت فجأة ومش عارف ايه، من وقت ما بنحضر الكلام، من وقت ما بنصور، من لحد لما اتفرجنا على الفيديو لحد دلوقتي، واحنا او انا شخصيا متأثر جدا بالعمل. فده الميكنج بتاع الفيديو عشان تعيشوا معانا الرحلة اللي احنا عشناها عشان نطلع المنتج في الاخر. وبقول دلوقتي ان انت لو ما شفتش الفيديو هحطه في الديسكريبشن وخش شوفه قبل ما تشوف الميكنج علشان هيفرق معاك جدا، وعشان في يعني حتة كده في الفيلم، يعني هو في فيلم في الاول وبعد كده حلقة في حتة في الفيلم مش عايز احرقها قبل ما انت تشوفها، فروح شوفه وتعالى كمل. الله المستعان. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. النهارده ان شاء الله يوم التصوير وانا متوتر شوية، دايما ببقى متوتر يوم التصوير جدا. الحلقة النهاردة كمان يعني مخيفة شوية، حلقة عن الموت وكده، فده ضايف لي ستريس اكتر لان احنا رايحين المقابر ان شاء الله. فدي فقرة فيها ترباية شوية. زائد دلوقتي ان شاء الله باذن الله رايحين مسجد الحصري عشان نصور لقطات من جنازة باذن الله. ايه رجالتنا؟ ازيك يا صاحبي؟ العده بص بقى يا حازم، امسك كده ثانيه. بعد التكبيرة الرابعة ندعو لنا وللمسلمين جميعا كل ذلك سرا. أخلصوا في الدعاء وخشعوا في الصلاة وخذوا العبرة والعظة زادا ليوم المعاد. الله أكبر. جبت كل الشوتس اللي انا عايزها الحمد لله، بس لازم اطير من هنا دلوقتي حالا عشان انا كنت خايف لحد يقفشني جدا بجد اللي معاه ربنا والله. صح ما تخافش. انا الليدر. اقعدوا يا رجاله، اقعدوا يا رجاله، اقعدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا كلنا مع شباب بعض. يا جدعان عايزين نركز موبايلات، كل موبايلاتك. احنا خلاص صورنا الحمد لله اول جزء كويس. الحمد لله. فاضل الحته اللي عند القبر دي هنصور فيها ادهم وهو واقف بعد لما خلصنا الفيلم. خلاص احنا لسه هنصور الفيلم بس في يوم تاني، اللي هو اللقطه بتاعت ادهم وهو قاعد بيكلم صاحبه، عارفين كل. طيب دي كاميرا احمد ابو زيد G7X Mark II. ما عنديش اي فكره الكواليتي هيبقى عامل ازاي، بس انا الكاميرا بتاعتي هتتحول لكاميرا الايه التصوير، فمحتاج استخدم دي في الفلوجينج دلوقتي يعني. يا رب نلاقي مكان رائع. بحاول اختار لوكيشن. انت هي دي كويسه، انت دي عاش رجاله يا رب. وريني كده ثانيه، قرب كده ثانيه. طبعا الناس جم قالوا لنا نمشي وان احنا ممنوع نصور هنا، فربنا يسهل ونعرف نلحق. ممكن تدري ما بنصورش يا عم، هو انت شايفنا بنصور؟ تعالى اقعد انا نصور. طبعا قالوا لنا نمشي طبعا. دي كاميرتي يعني دي ولا ايه؟ يلا. تمام. طيب لقينا اللوكيشن مختلف خالص عن اللي احنا كنا عايزينه، بس قشطة هنظبط ان شاء الله، لازم نتأقلم. طيب عايزين الكنبة. يلا صافي. فن فين الفن يعني؟ يلا يا ده انت باصص لصاحبك اللي جنبك تمام. انا ده اللي باين. عارف انا اكتر حاجه مضايقاني ايه؟ العشم اللي راح في الزباله. احنا كل حاجه كنا بنعملها مع بعض، يمين شمال فوق تحت، اي حاجه كنا بنعملها مع بعض. تاني ليه؟ ليه؟ انت مالك انت؟ حزين. انا بضحك ضحكه سخريه. انت حزين كويس. ليف مي الون. في الاخر تيجي تقول عليا ان انا بعمل فيها شيخ وبتكبر عليك
وبعيش في الدور. انا مش متخيل ده خالص. فيلم لورد اوف ذا رينجز. كمل، انا ما قلتش وقف. انت لما قلت ايه؟ جدعان ما حدش يوقف غير ما اقول. ماشي. علشان لو تنين جه ما حدش يقف. خلصت تصوير الحمد لله، و يعني طبعا بعد ما اتطردنا يعني، والحمد لله يعني قدرت ان انا اقلم القصه على طول، نغير الكادر والليله ومش عارف ايه، والحمد لله ان شاء الله رب القصه تظبط يعني. احنا كاتبين سكريبت انا وامير، ان السكريبت دوت مطلعين منه بوينتس معينه، يعني هو شايف ان المجمل السكريبت لما يتقال على بعضه بعيدا عن الصياغه هيوصل معاني هو عايز يحققها، واحنا اتفقنا عليها كذا مره. فانا خدت الكلمه بتاعتي اللي هي اكتر حاجه بترب منها هو في حوار الموت، موضوع انه ليه ميعاد انت ما تعرفوش. انا غيرت الحته دي خالص بس في نفس الاطار، فده اللي انا كنت مستنيه منكم. تمام. كان من اهداف الحلقه فكره انه انا مش عايز اوصل لك في الاخر انه الموت هو نهايه، لكن هو الموت بدايه حاجه جديده، وان هي بدايه ابديه. الحته اللي انا اتكلمت فيها ان الناس متخيله ان الولاد دول عايزين ايه؟ الولاد دول عايزين ايه؟ بتعمل ايه؟ حرب وحاربنا، سلام وسلمنا. انا حازم بقول لك شغل اولد سكول فاهم. يا عم اللي هو يقعد جنبك بقى ماسك جورنان وبتاع. يا ابني، وبعدين اصلا قاعدين ما بيتكلموش خالص، فاهم يعني، هما في قاعدين الاخر راح قايل له ايه؟ انا رايح الحمام. حوار غريب قوي. بعدين الناس تعمل ايه؟ عايز تنزلها ولا تطلعها؟ امير اتمسك ولا ايه؟ اتمسكت ولا ايه؟ ايه يا مافيا يا كبير؟ طيب هتصرف في المفتاح ولا نظبط الدنيا ولا نعمل ايه؟ هكلم الراجل بتاعنا ان شاء الله. ريست ان بيس. طيب سامح ريست ان بيس. طيب تخيل ان احنا رايحين ندفن حد فينا. انا حاسس كده جدا، مش قادر. فاهم؟ فانا متخيل ان التجميعه دي لما هنيجي واحنا بنسيب واحد مننا ونرجع هتبقى عامل ازاي؟ حوار صعب جدا. موضوع ناسينه، فاهم؟ تحس ان احنا لا احنا وهنفضل جدعان مع بعض وهنسيب بعض وهنسيب وهنمشي، فاهم؟ يا ابني اكتر حاجه يعني بحبها في حوارات الفيديوهات دي، ان الحوارات اللي قبل الفيديو، ان احنا نفسنا بندخل نفسنا في المود جدا، فاهم؟ بس ده بزياده الصراحه المره دي، يعني المره دي كده كتير، فاهم؟ وكمان بدونية يحتسبوا ان احنا جايين بنعمل عبادة. عليه السلام قال اما اني قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. يعني النبي امرنا ان احنا نزور القبور علشان الانسان لما بيبقى اول لما بيشوف القبر ويفتكر الموت بيفوق من الغفلة اللي هو فيها. السلام عليكم دار قوم مؤمنين انتم والسابقون ان شاء الله بكم لاحقون. محمد الصديق عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو اهو الكف بتاعه هو حته ثانيه خالص. ربنا يجعلنا بأهل الجنة. كويس. سيبك شوية ولا ايه؟ انا كده بكلم واحد بعد كده هبص في الارض. بالظبط. يعني ماشي. انت فاكر السكريبت صح؟ فاكر اخر كلمة فيه اللي هي كانت بتاعت امتى بقى؟ يا ابني فكك مني يا ابني، بس يعني انا يا عم مش عارف ايه، انا كذا كذا، بس طمني عليك، قول لي هتعمل ايه بعد ما نمشي. انت فاهم فكرة بعد ما نمشي؟ بعد ما نمشي من عند البنش، بعد ما نمشي من بعد المناقشة، بعد مش عارف ايه، انت قصدك بيها
بعد ما امشي من او هنا. احنا في الفيلم قصدنا بيها ايه بالظبط كده؟ بعد ما نمشي بعد من ما نمشي القبر. من هنا يعني. بالظبط. اوكي انا مانيوال فوكس فانا مش عايزه مش يتحرك كتير. قشطه. طيب دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ الشباب هيخشوا عليه في وسط ما هو قاعد كده. يعني لما ايه، لما انا اديهم كيو هيخشوا ويواسوه بتاع. يلا كريم رجالتنا شريف عايزينكم. احنا يلا. هو 1 تيك فلازم نبقى جاهزين. 3 2 1 اكشن. انا غلطان يا عم ومش هكلمك في الحوار ده تاني خالص. ادهم في الثيرد. كويس. اتس اول اباوت ادهم. اللي على اليمين هو اللي عليه فوكس. مش مهم نعرف مين ده دلوقتي. ماشي. سامعك. عشان احنا هنجيب وشه اصلا ماشي في المشهد اللي بعده. اوكي بس قريب منه هنا كده تمام. وانا دخلت حضرتك وانت يا عمرو انت شايف وشه كده. وانت طيب. دخلت حضرتك. يا جدعان خلوا بالكم ان ده اللاين اوف سايت، محدش يخترق ده. يلا اكشن كول كات. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ان انت بتقول للناس انه الحياه هي الدروشه والمسجد والعباده وان انت داعيه. طيب احنا دلوقتي عندي في البيت عشان نكمل بقيه المشهد. وحقيقه الوضع انه لو سمعت اي شريك القعده يعني بتاعتنا والكلام اللي احنا بنقوله ان شاء الله يعني. هتسمعه بيتكلم عن كنا بنرهرس والاكل جه وانه انا الشيخ يعقوب اتربيت على ايه؟ ده ايه ده؟ لما كان بيتكلم عن جزء الموت ده كان بيتكلم عن الهرس بطل الدرس حاجه كده يعني. ان الزوجه دي اي كلام. انه الموت ياتي فجاه فقد يقبض فينا اي حي وهو قاعد دلوقتي. صحيح. ولا يكمل حلقه تلاقيه بيتكلم كده وما يكملش. فاستشعر ده انه سبحان الله الموت قريب. فما نبقاش نقول للناس الموت قريب ولا نستشعر. وانه نرجو من الله عز وجل ان يتقبل منا الحلقه دي. وانه لو كانت دي ختام اعمالنا يعني دي اخر حاجه الناس هتسمع واحد فينا بيتكلم فيها انه نرجو من الله سبحانه وتعالى ان تكون متقبله. امين. ماشي يلا اكشن. كان الشيخ فريد الانصاري كان عامل كتاب اسمه جمالية الدين. عايش يا عمور. عايش يا عزوم. براود مان. مي تو. الحمد لله. يلا سلام. طيب عايز احكي شويه عن الفيلم. بالمناسبه هي قصه حقيقيه يعني، دي قصه ادهم اصلا وصديقه الله يرحمه يعني. فعشان كده ادهم كان عارف يخش في المود جدا، كان عارف يتاثر جدا وعارف يعيش الحوار في المشهد بتاع ان الكرسي فاضي. ده كان بيمثل طبعا ان صاحبه مش موجود، ولما نطينا على مشهد القبر ده تأكد ان هو مش موجود راح فين. بس الفكرة في الصيغة او في السياق بتاع الكلام ان هو انا كلمت امك قالت لي انك مش في البيت، انا جيت لك مش عارف ما لقيتكش، انا مش عارف ايه. ده كده في المضارع، فكأنه فعلا بيكلمه دلوقتي. فالهدف هنا كان ان نبين ان ادهم كان دايما نبرته ما بتتغيرش، وكان الحرص بتاعه على ان صاحبه يجي معاه ثابت، سواء صاحبه عايش ميت مسافر مش فارقه خالص، هي نفس الايه. فده بيأكد جدا فكره ان انت لحظه ما بيجيلك الشخص اللي بيقولك يلا بينا، او لحظه ما بتجيلك الرساله اللي بتخلي قلبك يتفتح، لحظة ما بترفض ده دي اصلا لحظة موتك، لان هي مش فارقة، انت خدت القرار. فانت وانت عايش مصيرك اتحدد خلاص. يعني ده يعتبر اول حاجة دراما اعملها في حياتي تقريبا يعني، اظن كده. ان شاء الله بعد كده يعني انا اكتسبت ثقة في حتة ان انا لما جات لي فكرة عرفت انفذها واطلعها ان هي تبقى شكل درامي. فده هيحمسني ان انا ان شاء الله بعد كده اعمل ممكن كل حلقة الصحبة تبقى فيلم، يمكن، مش عارف. بس كده.
اتمنى تكونوا يعني استمتعتوا بالميكنج دوت. وانا ليه ما بعرفش اقول للناس تعمل لايك وسبسكرايب وشير والحوارات دي؟ ما بعرفش اعمل كده خالص. سلام. هو ده الفلوج ولا ايه؟ ده الفلوج. انا بحب جمهور الاستاذ حازم عشان جمهور 100 وناس بتفهم، بيتفرجوا على الكواليتي نوت كوانتيتي. علم عند الاستاذ حازم. الله يبارك لك.